استنى، اللي هتشوفه بعد ثانية هو نفس السبب اللي هيخليك تشتاق لحاجة كانت بتكسرك. بص للصورة دي كويس. بعد ثواني هتشوف ألوان مش موجودة أصلا، بس المفاجأة مش في الصورة على فكرة. المفاجأة إنك بتعمل نفس الخدعة دي كل يوم مع ماضيك. عايزك تركز في النقطة اللي في النص وما تشيلش عينك من عليها. أول ما الصورة تبتدي تتغير هتحس إن الألوان رجعت، مع إن الحقيقة الصورة أبيض وأسود. يعني اللون اللي شفته مش في الصورة، اللون طالع من دماغك. والأغرب إنك مش هتحس إنه وهم، بالعكس هتحس إنه حقيقي جدا. وده الجزء المرعب، إنك ممكن تكون واثق في إحساسك مع إن الإحساس ده مش جاي من الحقيقة نفسها، جاي من الطريقة اللي مخك فسر بيها الحقيقة. عشان اللي بيحصل ببساطة إن عينك بتتعود على اللون، فلما اللون مرة واحدة يختفي مخك يلون الصورة من عنده. عشان مخك مش كاميرا، مخك طول الوقت بيفسر ويكمل ويملى الفراغات، وده مفيد جدا، بس ساعات بيخليك تشوف حاجة مش موجودة أصلا. وده بالظبط نفس اللي بيحصل مع الحنين. يعني أول ما تخرج من علاقة كانت بتوجعك، أو شغلانة كانت بتستنزفك، أو مكان كنت بترجع منه مطفي، أو فترة كنت فيها مكسور نفسيا، المفروض تفتكر الحقيقة زي ما هي، بس اللي بيحصل العكس. دماغك بتعمل مونتاج عبقري، بتشيل الضغط والإهانة والقلق والخنقة، وتزود شوية ضحك ودفى ولحظات حلوة، فتحس فجأة إن الماضي كان جميل مع إنه وقتها ما كانش جميل. انت على فكرة مش مشتاق للماضي، انت مشتاق للون اللي دماغك حاطه على الماضي بعد ما خلص. وعشان كده ناس كتير بترجع لحاجات كانت بتكسرها. طب وايه الحل؟ انك قبل ما ترجع لشخص او تشتاق لمرحلة او تفتح باب قديم كنت خرجت منه بصعوبة، هات ورقة واكتب فيها سؤالين: ايه اللي كان حلو في الفترة دي؟ وايه اللي كان بيوجع فعلا؟ ما تكتبش اللي قلبك عايز يفتكره، اكتب اللي حصل بجد. واعرف ان مش كل حاجة وحشتك كانت هتنفعك، ومش كل حاجة لمعت في ذاكرتك تبقى كانت مريحة وانت جواها. احيانا الحنين مش علامة حب، احيانا هو مجرد ذاكرة شالت الوجع وسابت اللمع. والمشكلة مش ان الماضي كان جميل، المشكلة انك فاكره بعد ما مخك عدل الالوان. لو عجبك الفيديو ده ابعته لحد ممكن يرجع لحاجة هو نجا منها اصلا.